هنعمل النهاردة الرز باللبن سادة كده بدون أي مكسرات، وبجد هتحبوا طعمه جدا إن شاء الله. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. هنجيب كوباية من الرز الأبيض المغسول، مش هنغسله قوي، وبعدين هنضيف عليه 3 كوبايات من المية السخنة من الكتل، وهنسيبه على نار هادية جدا ياخد وقته في السوا. وبعدين بعد ما استوى معانا الرز هنضيف كيلو من اللبن. طبعا يستحسن يكون اللبن اللي بنجيبه السايب من عند اللبان عشان ناخد منه قشطة حلوة وطعمه كمان بيكون أحلى. وبعدين هنقلب كده على نار هادية جدا، ولازم ياخد وقته في السوا على نار هادية. وبعدين هنضيف السكر ونقلب، وطبعا كمية السكر على حسب رغبة حضراتكم، ونقلب برضو كل ده على نار هادية. وبعدين هنضيف كمان معلقة من السمنة البلدي زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنقلب برضو الكلام ده على نار هادية خالص. احنا طبعا مش هنضيف اي نشا النهاردة للرز بلبن بتاعنا، احنا غسلنا الرز بس وسبناه يتسلق وخدنا المية بتاعته بالنشا، يعني هنستفيد من النشا بتاعة الرز. هنسيبه على نار هادية خالص، لما يتبخر شوية هنلاقيه نزل النشا بتاعته وتقل معانا، القوام بتاعه بقى أتقل شوية. وبعدين هنجيب 2 كيس من الكريم شانتيه وهنقلبه كده في نص كوباية من المية الساقعة، وهنضيف الكلام ده على الرز بلبن بتاعنا. وبرضه هنقلب على نار هادية جدا. ولما بدأ يتقل معانا وبقى بشكل القوام اللي قدام حضراتكم ده، هنضيف كيسين من الفانيليا أو معلقتين فانيليا لو الفانيليا بتاعتنا سائلة. وهنقلب مع بعض لحد ما نوصل للقوام المطلوب. احنا كل ما هنسيبه على النار دايما مع التقليب المستمر هيتقل معانا، ومن غير ما نضيف اي نشا خالص. كده طعمه بيكون احلى كتير وطعمه غني جدا. احنا بس غسلنا الرز غسلة بسيطة واستفدنا من النشا الطبيعي اللي موجود في الرز بتاعنا. احنا هنا هنقدمه سادة، جربوه كده وقولولي رأيكم ايه، وهستنى تعليقاتكم. تابعونا دايما على طعمها ايه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم.